صباح الجمال والحلاوة والطعامة ومحشي الكوسة اللي يجنن. ألف هنا وشفا. خدعوك فقالوا مطابخ الأكل البيتي لازم تكون أرخص من المطاعم اللي بره. مين اللي قال لكم المعلومة دي؟ يعني يا ريت كده يا جماعة اللي بيقول المعلومة دي تعملوا له منشن أو تعملوا له شير للفيديو وتخلوه كده يواجهني. جاب المعلومة دي منين؟ أنا محتاجة المواجهة على فكرة. يعني انت جبت المعلومة دي من اي مكان؟ هل انت فتحت مطبخ او فاتح مطعم وعارف ان المفروض ان انا اكون اقل؟ فقول لي بقى ليه. لا، هو الحقيقة اللي محدش قالها لحضرتك ان مطاعم الاكل البيتي لازم تكون اغلى. لو مش اغلى من المطعم نبتدي نشك بقى، يا ترى مش اغلى من المطعم ليه؟ لأن إحنا عندنا في مطابخ الأكل البيتي مصاريف التشغيل أعلى بكتير، أعلى بكتير. لو طبق زي ده بيتباع في المطعم ب50 جنيه، أنا المفروض أبيعه ب60 ب70 ب80، من حقي أبيعه ب100 كمان. إحنا مطابخ الكاتيجوري بتاعنا حاجة اسمها بري أوردر. بري أوردر ده يعني أنا بعمل لك أنت الأكل مخصوص. أنا مش مطعم بتعدي عليا الأكل معمول كده كده فهتاخد الشوية بتوعك وتمشي. ده أنا مطبخ شغال بري أوردر، الحاجة بتتجهز عشان حضرتك مخصوص وبتتعمل عشان حضرتك مخصوص. ويعني لو الأكل ده مش طالع لك هو مش طالع لحد غيرك. حد ساذج كده يجي يقول لك ايه، ما عندكوش ايجارات زي المطاعم. مين قال يا جماعه؟ هو احنا بنشتغل في الشارع؟ انا شغاله فين دلوقتي؟ ما هو انا شغاله في مكان، المكان ده بيدفع له ايجار. فانتي اللي بقى صاحبه فكر ايه، ما بتدفعوش ايجار. جبتيه منين يا حبيبتي؟ جبتي الفكره دي منين؟ مين اللي قالك؟ شفتيني بشتغل فين؟ يعني انا واقفه دلوقتي بعمل الاكل ده فين؟ ما عندكوش مرتبات. امال اللي بتكلمك انسان آلي روبوت؟ ما هو اللي بتكلمك دي موظفة في المكان، او انا صاحبة المكان او مديرة المكان. في كل الاحوال انا ليا مرتب. يعني لو المشروع ده شغال بفرد، الفرد ده ليه مرتب. لو في اسيستنت بتساعد عشان النظافة ليها مرتب. لو في شيف بيجي يعمل حاجة ليه مرتب. اللي بيخرج يعمل المشتريات في المكان للمكان ده اسمه مدير مشتريات، ليه مرتب.